صباح الخير. يا نهار اسوح، باين على وشي ان انا ما نمتش، باين. الساعة دلوقتي 9 والمفروض ان انا اتحرك دلوقتي للاهرامات علشان تحدي المليون. بالظبط كده. النهارده هنط من الطياره. طب انا كنت مبسوط يعني. انا خلاص كده جهزت نفسيا ولبست وكل حاجه ولبست فعلا، ودلوقتي المفروض اتحرك لان الناس مستنيين بقى لها فتره يعني، وانا اتاخرت عليهم الصراحه، وبحاول اتاخر عليهم وبحاول الغي وبحاول. حسبي الله ونعم الوكيل. ما حاولش الغي الموضوع خالص ولا اجله ابدا ابدا. انا حابب الموضوع اصلا، مش عايز احلف، بس هشوف حد بعد الفيديو دوت يقول لي فين تحدي المليون. اشوفك. المهم يلا ننجز عشان انا اتاخرت فعلا. فتعالوا نعمل الحركه دي، فاهم الحركه دي اللي ايه، بنروح على مكان تاني. الفكره دي الستارتر باك بتاعت اي فلوج، يعني الفلوج يبوظ لو ما عملتهاش. فيلا بينا هوبا. ايه ده؟ هو انا المفروض اعمل كده اهو صح؟ بعد كده اروح العربيه. مش ما ينفعش اعمل كده وانام تاني. انا اسف اهو. اوكي دلوقتي يا جماعه انا موجود في مينا هاوس. المفروض اهو الهرم ورايا اهو، والمفروض دلوقتي بنعمل بقى ايه، هيكلموني بقى الانستراكشنز بقى، المفروض نعمل ايه ومش عارف ايه والكلام دوت، وهنط قد ايه يعني. فهنخش بقى نشوف ايه اللي بيحصل عشان في تمرينات، والله العظيم هفاجئ النهارده عضلاتي لاول مره، فاهم ان في تمرينات واعمل ستريتشات وحاجات غريبه، ربنا يستر يعني. فالمفروض المكان دوت بالك اللي هنهبط فيه يعني، دلوقتي بنتجمع فيه. بعد كده هنروح للمطار، بعد كده هنرجع بقى، مش هنرجع بقى، هنطير هنا بقى. يلا بينا ربنا يستر. هاي، ايه الاخبار؟ انا احمد بيوندي، تاندم انستراكتور او قافز معلم للقفز الترادفي او التاندم اللي هو بنطلع فيهم الاثنين مع بعض. بنطلع من مطار سفنكس الدولي، بنركب الطياره، بنطلع 13000 قدم 14000 قدم something between over pyramids. بننزل فري فول اللي هو السباحه الجويه من 50 ثانيه لحد دقيقه، وبعد كده بنفتح المظله بتاعتنا، نعمل ستيرنج ونعمل بقى سباحه بالمظله، وناخد الفيو من فوق الاهرامات، ونلف ونعمل تور فوق اللي هو السايت سين او السباحه الجويه فوق الاهرامات، وبعد كده ننزل نعمل فاينل ابروش او اللاندنج بتاعنا في ملعب الجولف الجميل بتاع المينا هاوس ده جنب الاهرامات. نشوفكم ان شاء الله مع مروان واحنا طالعين نعمل اميزنج اكسبيرينس فوق اميزنج لاند مارك الاهرامات. ليتس دو ات. الصواريخ البلاستيكيه وشبشب. اوكي يا جماعه دلوقتي احنا رايحين للمطار، ومعايا الحاجات اهي. الحاجات دي المفروض هلبسها على ما نروح، بس هنعمل حاجه، بس هاخدكم البيت عندي بسرعه، فاهم؟ هتكلم على السبونسر بسرعه بس ويجي. يلا اوكي. فيديو النهارده يا جماعه ونقطه النهارده برعايه دبليو دي. ومشكله بس في مفاجاه كمان هقول لكم اخر الفيديو هتعجبكم جدا قوي بقى. بصوا جدا قوي، دي حاجه كبيره قوي. لو انت عندك بلايستيشن 5 او لسه هيكون عندك، ومساحه البلاي ستيشن عندك اتملت لحد الاخر، وعمال كل شويه تشيل لعبه وتنزل لعبه ومش عارف ايه، وحاسس ان اداء البلاي ستيشن بطأ عندك شويه، فانا انصحك ان انت تزود الاستورج بتاعتك بالدبليو دي بلاك اس ان 850 الان في ام اي اس اس دي اللي معمول مخصص للبلاي ستيشن 5. طريقه تركيبه سهله جدا، ومجرد ما تركبه هتحس باختلاف في الاداء من حيث السرعه والتعامل مع اللعب والانترفيس والحاجات دي. وطبعا في احجام كتيره جدا ممكن تختار ما بينهم، من 1 تيرا لحد 4 تيرا. كل الاحجام دي متوفره. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، هتقدر تخش عليه وتشوف الاسعار وتشتري اللي انت عايزه. فمش هقول اكتر من كده بقى عشان ايه، ورايا طياره معلش سوري. قلقان شويه بس انا متحمس قوي بصراحه. وقت الحقيقه جه خلاص، انا متحمس. اول مره ان شاء الله، مش اخر مره ان شاء الله يعني. وانا كمان لا اقول للناس ان انا خلاص اهو قد وعدي. قلت لكم لما اوصل المليون خلاص مش راجعه خلاص. ان شاء الله خير، وانا متحمس صراحه. يلا بينا.
لا بس حلو 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 حلو. حد بقى ايه عايز حد في الكومنتات يقول لي بقى فين النطه ايه؟ هي حصلت ايه يا رب. انا حاسس ان انت كنت بتلعب ماتش كوره صعب. لا الضغط جامد وودني اتسدت، بس طبعا يعني مع الوقت فكت لحد دلوقتي دي بايظه خالص، بس قشطه يعني. بدل مليون. مش فداك قوي يعني. مبسوطين انتوا ها؟ انا نط انا من طياره ومش عارف ايه وبنانا ومش عارف ايه وارفع دماغي ودني متسده والله. بص مش سايق مع صوت عالي جدا اكيد دلوقتي انا صوتي يعني قصدي ودني مسدوده، بس هي تجربه حلوه يعني جامده الصراحه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. المهم انا اعتقد ان انا ايه يعني نفسي اشوف حد في الكومنتات بقى يقول لي ايه فين النطه ها؟ والله العظيم بان ابدي. المهم هي كانت حلوه الصراحه وتجربه حلوه. هحكي لكم كل حاجه يعني بعدين بقى ان شاء الله بقى في فيديو تاني او في ستريم لو اساسي في اقول لكم انا هحكيها. بص يا سيدي، فاحنا كنا واقفين فوق يا عم الحاج كده اهو، وقال لي ايه اقعد اقف على الباب ورجلك بقى ان حرفيا رجلي جايه على الباب يعني ايه نص رجلي بره ونص رجلي جوه، فاهم انت اللي هو ايه رعب يعني. بس بعد كده راح زايقني الراجل ورحنا نطينا بقى والله العظيم. فضلت بقى ايه الهواء والجو كان ساقع جدا، كويس ان انا حتى لو كنت لبست حاجه ولا كان الجو ساقع مشيتش طبعا بالوقت كله وما اعرفش تحس ان تخش لوب فاهم، دوامه زمنيه، دوامه اسمها دوامه مش ايه دوامه حاجه زي بص يعني الوقت بيجري او بطيء ما تعرفش هو في حاجه بتحصل. احب اثبت من مكاني هذا الارض كرويه مش مسطحه، انا شفتها مدوره. ادي دقني هي. لو قلت لكم الصراحه التحدي الجاي هيبقى ايه انا مش هوعدكم باي حاجه ثانيه والله العظيم. خلاص خلي لكم مفاجاه يعني ايه ان شاء الله هنعلى بالريتم شويه، بس طبعا هقول لكم فجاه. اخر حاجه بقى اللي انتوا سمعتوها وانا بتكلم على دبليو دي الاعلان برضه يا جماعه في حاجه جامده جدا انا مجهزها لكم. طبعا تقولوا بقى ايه ده نطه المليون ومش عارف ايه، طب دي انت عملتها لنفسك فين بقى الناس بقى وحاجه الناس ومش عارف ايه. انا هظبطكم في يا جماعه ان شاء الله جيف اواي على بلاي ستيشن 5 زي ما سمعت كده اهو. يعني بص فرتكت الفلوس كلها ايه، فهنعمل ان شاء الله جيف اواي على بلاي ستيشن 5. ازاي تشترك في كل الحاجات دي بقى في بوست على الانستجرام نزل دلوقتي حالا وقت نزول الفيديو، فهتلاقي الانستجرام اهو خش عليه وهتلاقي فيه بوست بقى تقريبا هتمنشن 2 من صحابك. بصوا انا هعذبكم في البتاع مش هكسبه لكم بالسهل يعني. برده بقى ايه هنعلن مين الفايز، وبعد ما نعلن مين الفايز يعني اتمنى ايه لو هو بقى في اسوان في اسكندريه في اي مكان هيجي القاهره يستلموا فاهم، هيجي القاهره يستلموا مني وهنتصور وممكن نعزمك على حاجه بس ايه يعني ده بشان 5 يعني وكمان هيقابلني يعني. المهم وبس كده ده كان فيديو النهارده بتاعكم ان شاء الله. الفيديو جاي استنى تعالى خد تعالى خد اعمل لايك واشتراك علشان ايه ما هبش فيك على اخري خلاص. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. جود باي.